صباح الخير يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي بقى احنا هنكمل الفيديو بتاعنا بتاع امبارح. انا وعدتكم ان انا هعمل معاكم القرص بتاعتنا الطريه باللبن القطع بتاعنا اللي هو ده. احنا دلوقتي هنكمل بقى الفيديو. انا مسكته بس كده فكيته كده على النار بحيث السمنه ما شاء الله. شوفوا زي السمنه بتاعتنا على الوش عامله ازاي. وهنا برضو قطعت مسكت كده التمر اللي هو العجوه ده اللي بيجي بالكيلو، مسكته كده اشتلت منه النقع برضو جهزته. وبرضو كنا شغاله كده عملت لهم بسم الله ما شاء الله صينيه خضار كده بالفراخ، وعملت لهم الرز بتاعنا كده عشان الجمعه بقى، كل الجمعه مبارك عليكم حبايب قلبي. جهزت لهم ليها بسم الله ما شاء الله صينيه جميله. كان لسه هعملها معاكم بس انا عارفه ان كده كده ما فيش مشاهدات، فانا قلت اكمل الفيديو بتاعه خلاص. يا رب تشوفوه ويا رب نور ايدكم. اتفضلوا معانا اجمل صينيه خضار بسله وكوسه وجزر وبطاطس، والفراخ بتاعتنا عاملاها بطريقه جميله والله. الفيديو بتاعنا الثاني احنا معانا هنا اللبن بتاعنا القطع، ومعانا هنا بيكنج باودر، ومعانا فانيليا، ومعانا باكوين كده من الخميره اللي هي الفوريه ديت، ومعانا الملح، ومعانا السكر، ومعانا الدقيق. السمنه بتاعتنا بقى اللي كانت على النار دي نشوفوا يجي مقدار نص كوبايه كده من السمنه. هنكمل الكوبايه بالزيت. هو ده مقدار الدهون لكيلو الدقيق. ماشي حبايب قلبي، يلا نشوف احنا بقى هنعمل ايه. بقى انا نقلت كده اللبن بتاعنا اهو الحليب القطع اهو، شوفوا قطع كده نقلته كده في العجان ده اللي هو الستيل دول. هنزل بقى الخميره بتاعتي الزرفين مع بعض كده الخميره اهو زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. معلش انا بصور نفسي لان البنات في الدروس والله، وانا عندي غسيل يعني مشغله الغساله. احنا هنا الدنيا كانت بتشتي طول الليل، ربنا كده يا رب يجعله الشتاء خير كده للناس، اللهم امين. كده انا نزلت بالزرفان الخميره، نزلت ب5 كده معالق من السكر. هنزل بالفانيليا بتاعته برضو كلها كده ال4 اظرف، لان انا بحب ريحه الفانيليا قوي قوي في الاوضه. ماشي حبايب قلبي. برضو هننزل بالماده الرافعه التانيه اللي هي البيكنج باودر كله كده ما شاء الله اهو. هنا برضو هنزل بمعلقه حلوه كده من الملح. هديله تقليبه كده وهسيب بقى الخليط بتاعنا ده على جنب، يعني مقدار كده 10 دقايق، ونرجع تاني نشوف احنا هنعمل فيه ايه. عم اجهز التمر بتاعنا برضو واجهز الماده الدهنيه بتاعتي. وكنا معلقه من الخل، معلقه حلوه كده من الخل. شوفوا الفوران بتاع الخل. هحطه بقى كده على جنب 10 دقايق كده بس، ونرجع تاني نشوف احنا هنعمل فيه ايه. انا نزلت بالتمر بتاعي كده في معلقه كده من السمنه البلدي، وهنزل عليها بمعلقتين كده من السمسم، وحطيت عليها شويه كده من ريح الموز بيخلوها جميله جميله. تديها تقليبه كده بقى. انا بالجمال ده كده هقفل بقى على النار وارجع تاني للعجينه بتاعتي ان شاء الله. شوفوا عملت فوم ازاي. انا ضفت لها في الفصل كده شويه كده الدهون اللي هي معلقه كوبايه سمنه على زيت. هنزل بقى بريح الموز بتاعتنا كده اللي هي الروايح دي، انا بعشقها في المعجنات لازما منها. هننزل هنا بقى بالدقيق بتاعنا اهو انا مجهزاه، وهنزل بالسمسم بتاعنا. ابدا بقى اقلبه كده لحد ما يدينا عجينه متماسكه حلوه، ما تكونش جامده قوي اهو يا حبايبي. اهو يا حبايبي افضل اعجن فيها كده لحد ما تدي عجينه حلوه كده. شوفوا ما شاء الله السوائل على قد العجين بتاعنا. انا كنت خدت من الكيلو كوبايتين كده لبن، عملت لهم حاجه تانية يعني زودت لهم المش بتاعي، وبقيه الكيلو على قد كيلو الحليب، يعني قولوا نص كيلو كده وشويه اهو على قد كيلو دي
اهو شوفوا المادة الدهنية برضو. هخلص بقى خلاص كده واوريكم العجينة. ما شاء الله شوفوا العجينة بتاعتنا والله ما خدت اي سوائل الا اللي انا حطاها بس. ما شاء الله اهي. سيبها بقى تريح كده شوية، يعني قيمة نص ساعة بس، لان انتوا عارفين الجو برد وهخمرها تخمير كامل. هسيبها بقى نص ساعة كده وارجع لها تاني. عم اشوف هنشر الغسيل اللي معايا دوت وارجع لكم تاني. يلا حبايب قلبي كده يا حبايب قلبي بقى. كنا بقى عدت على كده ربع ساعة. ابدأ كده اخد ايه يعني ايه قد البيض، قطعة قد البيضة كده، وايه وافرد التمر جواه كده بالمنظر ده، واقفل عليها كده اهو بالمنظر ده كده، واحطها بقى ايه على جنب كده. مش هفرد دلوقتي لما اخلص كل الكمية بتاعتي حشو. اخلص الكمية بتاعتي كلها حشو، وبعد كده ايه ارجع تاني افردها معاكم. انا مش عايزه اعملها كبيره، انا عايزه اعملها يعني بمقدار قد الكحكه كده او اكبر من الكحكه، حاجه بسيطه اهو. يلا حبايب قلبي انتوا يا رب تكونوا فاهمين الطريقه بتاعتي. انا عارفه ان المعجنات بتاعتي تعتبر شكل بعضها، بس انا بعرفكم انا بعمل ايه باللبن القاطع بدل ما يترمى خساره. لا اهو بنستثمره، ممكن ان انت تطلعي منه حاجات كتير، افكار كتير. اهو دي اول الافكار، وممكن لو عندك مش تحطيه فيه وتريحي دماغك اهو. هخلص بقى الكميه بتاعتنا اهو، خلص الكميه بتاعتنا وارجع لكم تاني اوريكم احنا هنعمل ايه. هنا بعد ما خلصنا تشكيل كله بالمنظر ده، هنبدا بقى ناخد واحده واحده احنا مشكلناها ونفردها فرده صغيره كده بالمنظر ده اهو. تفردهاش قوي اهو كده اهو. اخلص بقى. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي النهارده كتير كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعدل بها الأخلاق. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تيسر بها الأرزاق. صلوا على النبي كده كتير النهارده كده، وادعوا أي دعوة نفسكم فيها كده لكم ولحبايبكم، وادعوا لجميع مرضى المسلمين إن ربنا يشفيهم، وادعوا لكل مشتاق ربنا يمن عليه بالذرية الصالحة، اللهم آمين يا رب العالمين. هخلص بقى الكمية اللي معانا دي كلها ونرجع تاني نشوف احنا هنعمل ايه. ده ما شاء الله بيكون شكل القرص الجميله اللذيذه بتاعتنا اهي. ده القرص اللي بالعجوه اهي ما شاء الله. شوفوا من تحت ما شاء الله دي. شوفوا نص كيلو لبن رايب او لبن قاطع زي ما انتوا بتقولوا. شوفوا ما شاء الله شكل القرص. دي قرص ساده اهيت من غير اي حشوات اهيت. هفتح لكم قرصه كده نشوف مع بعض القرص بتاعتنا وجمالها من جوه. شوفوا قرصه، شوفوا طريه وجميله وهشه. شوفوا شكل القرصة من جوه والله جميلة. شكل القرصة بتكلم عن نفسها. شوفوا قرصة جميلة 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 بالمنظر ده كده. وهي حبايب قلبي القرص بتاعتنا في منتهى الجمال. شوفوا اللي هي اللي بدون حشوات. اجيب لكم على بدون حشوات اهي. دي اللي من غير حشوة اهي. شوفوا من جوه. شوفوا الهشاشة بتاعتها. شوفوا ما شاء الله عليها في منتهى الجمال وطريه وجميله. يا رب يا حبايب قلبي طريقه عمل القرص تعجبكم. انا مش اول مره اعمل معاكم المعجنات اللي هي القرص الطريه دي، مش اول مره. ويا رب تعجبكم ولايك وجمعه مباركه عليكم جميعا، ويا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل الخير بين ايدينا جميعا اللهم امين. شوفوا القرص جميله 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 جميله. شكلها يفتح النفس. احنا سيبناها بالظبط ساعتين لحد ما اتخمرت، وبعد كده سويناها على درجه حراره 180. اللي بتحطها الاول بتولعها من تحت لحد ما تديك اللون الجميل ده، وبعد كده تشغلي الشوايه تاخد اللون. او الفرن البلد اللي بره بتهدي من تحت ومن فوق، اللي هو البلدي العادي بتهدي من الجنوب وبتهدي من تحت، وبتزق الصينيه وبتقفلوها بالفرن لحد ما بتبدا تتحمر وبتطلعيها بقى. ويا رب لايك واشتراك لايك واشتراك لايك واشتراك. ربنا يكبركم جميعا نتعجب له اهل السماء والارض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمعه مباركه عليكم جميعا.